فالمسجد الأقصى له مكانة في عقيدة كل مسلم وفي قلب كل مسلم، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ونهاية مسرى وبداية معراج سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى له مكانة في قلوب كل المسلمين. وما يجري الآن على هذه الأراضي المقدسة من تلك الأحداث الدامية التي نتابعها ونشاهدها جميعا لهو مؤلم ومحزن ومخجل في نفس الوقت في قلب كل مسلم غيور. وأنا أتحدث عن هذا الموضوع أشعر بالأسى والخجل، ويشاركني أيضا في هذا الشعور كل مسلم غيور أن يحدث مع إخواننا المسلمين في هذه الأماكن المقدسة ما يحدث. ولا داعي لسرد الأحداث، فكلنا يتابع وكلنا يشاهد في نشرات الأخبار. ولكن حقيقة ما يزيد الحزن حزنا ويزيد الألم ألما أن يخرج علينا من بني جلدتنا من يتكلم بلسان عدونا ويضلل أبناءنا، حتى أخرجوا لنا جيلا أستطيع أن أسميه جيل تربى على ما يسمى إعلاميا بثقافة السلام. يخرج هذا فيدلس فيقول بأن المسجد الأقصى من تراث اليهود، ويدلل على تدليسه بأن الذي بنى المسجد الأقصى نبي الله سليمان، ونبي الله سليمان من أنبياء بني إسرائيل، فبما أن إذن قاعدة فيثاغورس بما أن الذي بناه نبي من أنبياء بني إسرائيل إذن هو من تراث بني يهود. وهذا وإن كان فيه جزء من الحق ولكنه حق أريد به باطل. فالمسجد الأقصى ليس الذي بناه أولا هو سليمان شيده عبر التاريخ، أي نعم شيده وعمره وطور بناءه، لكن الذي بناه في الأصل هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هذه نقطة. والأهم منها أن جميع أنبياء الله ورسله دعوا إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالأصل أن أنبياء بني إسرائيل كلهم دعوا إلى الإسلام وآخرهم عيسى عليه السلام. ثالثا، من الذي قال لك أنه من تراث يهود وكيف؟ ثم يدعو بعد ذلك في حواره يدعو أهل القطاع المدمر، يدعوهم إلى السلام، إلى مسالمة يهود، ويقول بأن ديننا دين يدعو إلى السلام. أقول لكم كلام حق أريد به باطل. ديننا فعلا يدعو إلى السلام، وتحيتنا كمسلمين هي السلام، وخروجنا من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، والفوز بسلعة ربنا يوم القيامة سيكون فوزا بجنة ربنا التي سماها دار السلام. ولكن أي سلام يزعو؟ حال أمتنا حال عجيبة، فهي لعمر الله بائسة رهيبة يجتاحها طوفان المؤامرة العجيبة، ويخطط المتآمرون بها كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة؟ هو ده السلام؟ يعود الأهل للأرض السليبة ويلبس المسجد الأقصى غدا أثوابا قشيبة؟ فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، بئس سلامهم إذن، وبئست تلك الخطط المريبة. فالمسجد الأقصى المبارك في الدماء عبر التاريخ له ضريبة. موضوع اليوم مهم ليعلم شبابنا الذي قد لا يعلم عن تاريخ هذا المسجد شيئا، وحتى لا تضيع عقيدة الولاء والبراء في قلب كل مسلم بما يسمونه ثقافة السلام. القدس نعم هي مدينة السلام، لكنها لم تنعم أبدا على مر التاريخ بهذا السلام إلا حينما كانت إسلامية الهوية عربية المذاق. القدس مدينة السلام نعم، لكنها لم تنعم أبدا بهذا السلام إلا حينما كانت إسلامية الهوية عربية المذاق. فالقدس قصة صراع طويلة
تصارع على أرضها الحق والباطل منذ أن بناها العرب اليبوسيون قبل الميلاد ب3,000 عام تقريبا. فقبل الميلاد ب3,000 عام هاجرت قبائل الكنعانيين والعرب من قلب وجنوب الجزيرة العربية بعد حلول قحط وجد إلى شمال الجزيرة، واستوطنوا هناك على الضفة الغربية لنهر الأردن. ومنذ هذا الزمان عرف هذا المكان بأرض كنعان، وفي هذا المكان ولد نبي الله إبراهيم في هذا المكان، وولد نبي الله إبراهيم في بيت يصنع الأصنام ويسجد لها. قام إبراهيم عليه السلام ليدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ونبذ عبادة الأصنام والأوثان، فما كان من قومه والقصة معروفة إلا أن حاربوه وعاندوه، إلى أن قال له أبوه كما ذكر ذلك القرآن: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أمره بأن يهجر الأرض ويخرج. فخرج إبراهيم بزوجته سارة، وكانت سارة بارعة الجمال، خرج من أرض كنعان مهاجرا إلى بلاد الشام، فما مكث في بلاد الشام وقت قليل إلا وحل بها قحط وجد، فخرج بها مرة ثانية مهاجرا من بلاد الشام إلى مصرنا هذه. وفي مصر تعرض وقتها إبراهيم مع زوجته سارة إلى فتنة عظيمة مع حاكم مصر في هذا الزمان، حيث أراد هذا الحاكم الظالم وقتها أن يتعدى على زوجة إبراهيم عليه السلام وهي أمنا سارة، إلا أن الله تبارك وتعالى نجى إبراهيم ونجى سارة من فتنة هذا الحاكم الظالم، وأخدم هذا الحاكم السيدة سارة، أخدمها هدية هاجر اللي هي بعد كده هتبقى أم سيدنا إسماعيل. فتخيل معي هذا التسلسل: إبراهيم أنجب من هاجر إسماعيل، ولم يأت من إسماعيل إلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم من سلساله، ثم أنجب من سارة بعد إسماعيل إسحاق، ومن إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خرج بسارة من مصر إلى أرض كنعان مرة أخرى، وفي أرض كنعان أمرت سارة إبراهيم أن يتزوج من هاجر. إلى هذا الوقت لم ينجب إبراهيم عليه السلام، أمرته أن يتزوج من هاجر، فما إن تزوج منها إبراهيم إلا وحملت بإسماعيل، فتحركت ودبت الغيرة في قلب سارة، فأمرت إبراهيم أن يأخذ هاجر ويهاجر بها عن أرض كنعان، غيرة النساء. فخرج إبراهيم بهاجر عليه السلام ومعها إسماعيل إلى حيث قدر الله تبارك وتعالى، إلى مكة، إلى دوحة في أعلى الجبل سميت بعد ذلك بزمزم، لكنها وقتها لم يكن هناك زمزم ولم يكن هناك بيت، والقصة معروفة. تركها وإسماعيل رضيع، ومعها جراب شوال يعني فيه تمر، وسقاء إربة فيها ماء، وقفل عائدا مهاجرا. تخيل، ولم يكن في هذا المكان وقتها إنس ولا أنس ولا بناء ولا ماء. ونادت عليه والقصة معروفة: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجبها. ففي الثالثة قالت: الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أي نعم. قالت: إذن لن يضيعني. وتركها وابنها الرضيع، وعاد إبراهيم إلى بلاد الشام. وبعد فترة من الزمن عاد ليتفقد حال زوجته وحال ابنه، فكان إسماعيل وقتها في كمال فتوته، فجلس معه إبراهيم عليه السلام وقال له: يا إسماعيل إن الله قد أمرني أمرا. فقال له: يا أبت أطع أمر ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله، وهو ينظر إلى أكمة مرتفعة عن الأرض، إن الله أمرني أن أبني له ها-هنا مسجد. هذا المسجد هو بيت الله الحرام، الكعبة. فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله أدوات البناء. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقواعد البيت الحرام كانت موجودة، ولكن فقط إبراهيم رفع البناء هو وإسماعيل. ثم بعدها ب40 عاما عاد إلى أرض كنعان، فبنى فيها مسجدا ثانيا يعبد فيه الواحد الديان. هذا المسجد
هو المسجد الأقصى. والدليل على ذلك ما في البخاري ومسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع للناس أولا؟ فقال: المسجد الحرام. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. فالذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام، والذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام. وسنتتبع تاريخ بناء المسجد الأقصى لنعلم اليوم شيئا عن حقيقة هذا المسجد المغتصب. مدينة القدس، وكانت تسمى في هذا الوقت ساليم، عاشت في أمن وأمان وسلم وسلام مع الكنعانيين والعرب، إلى أن نزل أبناء يعقوب اللي هم أخوة يوسف عليه السلام بدعوة من نبي الله يوسف إلى مصر. تكاثر نسل بني إسرائيل في مصر بعد أن دعاهم سيدنا يوسف عليه السلام إلى مصر، إلى أن أرسل الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل وهم في مصر، أرسل فيهم نبي الله موسى عليه السلام. احتل فئة ظالمة الأرض المقدسة والمسجد الأقصى. في هذا الزمان كانت تسمى العماليق هذه الفئة الظالمة. فأراد نبي الله موسى عليه السلام أن يخرج بمن آمن معه من بني إسرائيل من مصر ليحرروا المسجد الأقصى، ودعاهم إلى ذلك، والقرآن ذكر ذلك. فما كان منهم إلا عاندوه وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. بني إسرائيل قصتهم مع موسى أتعبوه تعبا لا يتحمله أي أحد من البشر. قال: فإنها محرمة عليهم، أي محرم عليهم دخول الأرض المقدسة 40 سنة. في فترة التيه سيدنا موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى أن يقبضه بالقرب من الأرض المقدسة، فقبض في فترة التيه سيدنا موسى عليه السلام. والحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدللا على ذلك، يقول: فلو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبره، قبر موسى عليه السلام، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قبض موسى عليه السلام في فترة التيه ودفن. وخلف موسى عليه السلام في قومه يوشع بن نون وكالب بن يفنى، وكلا الرجلين علما أنهما لن يخرجا من التيه إلا إذا أطاع أمر الله تبارك وتعالى وحرروا الأراضي المقدسة. فقام يوشع بن نون في قومه خطيبا وقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقام معه من آمن به من بني إسرائيل وحرروا الأرض المقدسة. وهناك عند مشارف البلاد حصلت معجزة مع يوشع بن نون. هل سمعتم أن الشمس أطاعت أمر أحد من البشر؟ لما أخذ معه المؤمنون القلة من بني إسرائيل وذهب ليحرروا الأرض المقدسة، كانت الشمس قد آذنت للرحيل، فيقف هو على مشارف البلاد يوشع بن نون ويخاطب الشمس في كبد السماء ويقول لها: أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم احبسها علي فلا تغرب حتى أفتح بيت المقدس. قال أهل التفسير وأهل العلم: تتوقف الشمس عن الحركة أسبوع في السماء حتى يحرر يوشع بن نون ومن معه من بني إسرائيل الأراضي المقدسة. ودخلوا وحرروها من هذه الفئة الظالمة التي كانت تحتلها في ذلك الزمان والتي كانت تسمى العماليق. ثم بعد ذلك دخل وفتح القدس الملك الصالح الذي ذكره الله تبارك وتعالى في خواتيم البقرة، طالوت. كان ملك عادل أتاه الله بسطة في العلم والجسم. دخل أيضا وحررها من فئة ظالمة كانت موجودة، وكان من الجنود المغمورين في جيش طالوت نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدخل طالوت وحرر أيضا البيت المقدس، وبعد أن حرره سميت بعد ذلك أورشليم، سميت في هذه الفترة الزمنية أورشليم. بعد ذلك احتل الرومان القدس وهدم الرومان مدينة القدس كاملة وبنوا كان منها مدينة جديدة وسموها إليا. بعد الفترة ديت احتل الرومان المكان وهدموا المدينة القديمة وعملوا مدينة جديدة وسموها، يبقى كان فيه بتسمى الأول ساليم وبعد ذلك أورشليم وبعد ذلك سميت إليا، وظلت تعرف مدينة القدس بإليا
إلى أن فتحها المسلمون الأوائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقيادة أمير الجيوش أبو عبيدة بن الجراح. ذهبوا فتحوا هذه الأرض وحرروا المسجد الأقصى من الرومان، وظلت القدس تنعم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وهي في أيدي المسلمين والعرب، يكرمها الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ثم تأتي بعد ذلك الدولة الأموية. كل المسلمين يكرمونها ويكرمون أهلها إلى أن أعاد تشييد البناء للمسجد الأقصى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، شيده تشييدا عظيما وعمره عمارة رائعة، إلى أن جاءت الحملات الصليبية الأولى في عام 1099، ويومها دخل الصليبيون المسجد الأقصى والأراضي المقدسة، وذهب عدد غفير من المسلمين يحتموا بالمسجد الأقصى من قتل الصليبيين في المسلمين، ظنا من هؤلاء الطيبين أن هؤلاء الصليبيون يعرفون لهذه الأماكن الحرمات والقدسيات، فما كان منهم إلا أن دخلوا عليهم المسجد الأقصى وقتلوا 70,000 من المسلمين داخل المسجد الأقصى، حتى صارت الأشلاء الجثث وبرك الدماء إلى ركاب الخيل من العدد، قتلوهم مقتلة عظيمة. وظلت القدس مع الصليبيين 91 عاما منع فيها الأذان ومنعت فيها الصلاة، لم يصلي فيها 91 سنة مسلم، ورفعت الصلبان على حوائط المسجد الأقصى، إلى أن قيد الله تبارك وتعالى للأمة صلاح الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الأمة الصلاح لتكون أهلا من جديد لصلاح الدين. قيد لهم صلاح الدين الأيوبي، ذلكم البطل الذي قام وحارب واسترد القدس من الصليبيين في معركة حاسمة وملحمة رائعة في معركة حطين، وكان ذلك في عام 1187. ولكن سرعان ما تمضي السنوات ويضعف ولاة الأمر من المسلمين، فيستطيع الصليبيون أن يسقطوا مدينة القدس في الحملات الصليبية الثانية، ويسترد الصليبيون المسجد الأقصى مرة ثانية، ويسلمها للصليبيين في هذه المرة السلطان الكامل الأيوبي بكل خزي وعار في سنة 1228. لكن لم تمض سنوات كثيرة حتى قيد الله للأمة أهل مصر. لك أن تفخر أن في هذه المرة استرد المصريون المسلمون بقيادة السلطان الناصر الأيوبي، استردوا مدينة القدس مرة ثانية من الصليبيين بعد معركة طاحنة بالقرب من غزة، وعادت القدس للمسلمين مرة أخرى في عام 1239، وظلت تنعم بالأمن والأمان والسلم والسلام إلى أن صدر الوعد المشؤوم، وعد بلفور، في عام 1917 بإقامة وطن لليهود في فلسطين. أول دولة وقعت عليه فرنسا، ثم أمريكا، ثم بقية دول العالم. وفي عام 1948 وبحركة خيانية مفضوحة استطاع اليهود أن يستولوا على 78% من أرض فلسطين. ويومها وقف أول رئيس لوزراء إسرائيل بن جوريون أو غوريون، وقف في الولايات المتحدة الأمريكية ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في تملك الأرض وفي تملك فلسطين. فحقيقة الحرب في فلسطين ليست أرض وحدود، ولكنها حرب عقيدة ووجود. وقف بن غوريون ليقول بالحرف: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو من منظور قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. يعلن ذلك على مرأى ومسمع من العالم الغربي ومن العالم الإسلامي. ثم قال بن غوريون: قال يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل بعد إنشائها، ومن لم يفعل فإنه يكفر كل يوم بتعاليم الدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض الميعاد.
انتبه، تتيقن أن هؤلاء القوم يتحركون عن عقيدة، يتحركون ليحتلوا هذا المكان ليقتلوا إخوانك هناك عن عقيدة، ليست قضية أرض وحدود، ولكنها قضية عقيدة ووجود. وفي عام 1976 جاء الإرهابي الكبير مناحم بيجن ليعلن للعالم كله أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل. ثم بعد ذلك جاء نتنياهو وجاء باراك وجاء من جاء من بعدهم، والكل يؤكد حقيقة واحدة، أنهم يموتون ولا يخرجون من هذا المكان. فهم يتحركون عن عقيدة، هم يعتقدون أن هذه هي أرض المعاد التي وعدهم الله إياها من النيل إلى الفرات. فأنت مستهدف، أنت أيضا مستهدف. القوم يتحركون عن عقيدة، فأين أنت يا مسلم؟ أين عقيدتك أنت في هذا المكان، في المسجد الأقصى؟ من منا بكى حينما شاهد إخوانه تهدم عليهم بيوتهم؟ هذه الطائرات وهذه القاذفات، أطنان قاذفات تقذف على رؤوس هؤلاء الأبرياء وهم في منازلهم. من منا تحرك ولو بركعتين في جوف الليل يدعو له، مع أن النصرة أكبر من ذلك، النصرة لهؤلاء أكبر من ذلك، ولكني أتكلم عن حدود إمكانياتك كفرد. من فينا خصص لهم دعاء في سجوده، دعاء في صلاته؟ من فينا بكى حينما يرى بيوت تهدم على أطفال وعلى نساء عزل؟ ثم يخرج علينا من بني جلدتنا من يقول السلام وديننا يدعو إلى السلام، وأن الأقصى من تراث اليهود. هذا التاريخ السرد للمسجد الأقصى يثبت أن الذي بناه بداية إبراهيم عليه السلام، وأن سيدنا سليمان شيده كما شيده عبد الملك بن مروان وغيره عبر التاريخ. فالمسجد الأقصى ملكا للمسلمين، ومدينة القدس والأراضي المقدسة لم تنعم أبدا على مر التاريخ بالأمن والأمان والسلم والسلام إلا حينما كانت فقط مع المسلمين ومع العرب. نسأل ربنا تبارك وتعالى في عليائه ونحن تحت سمائه أن ينصرهم ولا ينصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم وقلوب قادتهم. اللهم إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.